الله تبارك وتعالى في القرآن قال في وصفه لبلعم بن باعوراء الذي كان يمتلك الاسم الأعظم لكنه كفر وانحرف، يعني كان مظهرا للإيمان ثم انحرف، عينا مثل أبي بكر وعمر. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فإذا شبهه بالكلب. تسمي هذا أنه سب مثلا، سميه ما شئت، المهم أنه جائز. ويصف علماء اليهود المعاندين الذين كانوا يعارضون رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يقبلون الحق، يصفهم بهذه الآية، يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فإذا يجوز للإنسان أن يقول عن عمر وأشباه عمر بأنه كلب، حمار، خنزير إلى آخره، لأنه من الرموز المنحرفة. وطبعا أجل الله الحمار والكلب وحتى الخنزير عن عمر وأشباه عمر. عن الحسن بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق وهو يلعن في دبر كل مكتوبة، يعني بعد الانتهاء من كل صلاة مكتوبة، يعني صلاة فريضة من الصلوات الخمس، 4 من الرجال و4 من النساء، ويسميهم، يعني ما يقول مثلا لعن الله الأول والثاني والثالث، لا، يسميهم بأسمائهم: أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، هذول 4 من الرجال، وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم أخت معاوية. بعد كل صلاة كان يصليها الإمام الصادق عليه السلام كان يربع هؤلاء 8، 4 من الرجال و4 من النساء. فهذا من جملة التعقيبات الشريفة بعد كل صلاة. فيجب على المؤمنين خصوصا حينما يصلون صلاة الجماعة مثلا يرفعون يدهم بعد أداء الصلاة اقتداء بالإمام الصادق عليه السلام، فيقولون اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وهند وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. يزيد وصعب. يزيد بالنسبة إلى هؤلاء مش يزيد، عبارة عن مجرم صغير بالنسبة لهؤلاء الكبار. هؤلاء أساس الظلم على أهل البيت، لولاهم لما جاء يزيد. هم الذين فتحوا المجال ليزيد وأمثال يزيد أنه يظلم أهل البيت عليهم السلام. هذا الخبر رواه الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الجزء 3 الصفحة 342. رواية أخرى عن زرارة رضوان الله تعالى عليه أن الإمام الصادق عليه السلام فسر قوله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، آية قرآنية. كيف فسرها؟ قال عليه السلام من ذكر أبا بكر وعمر فلعنهما كل غداة، يعني في كل صباح في كل فجر، كتب الله له 70 حسنة ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. فهذا من جملة معاني وتفسيرات قوله تعالى من جاء بالحسنة وهي لعن أبي بكر وعمر حسنة فله 10 أمثالها، ترفع له 10 درجات وتحط عنه أو تمحى عنه 10 سيئات. هذا الخبر رواه العياشي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره الجزء الأول الصفحة 387. وكنا قد ذكرنا في المحاضرات السابقة أن العياشي كان من علماء المخالفين في البداية، لكنه اهتدى وتشيع لأهل البيت عليهم السلام وألف هذا التفسير. ورواه أيضا الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر الجزء الصفحة 35. فإذا من ذكر أبا بكر وعمر فلعنهما
يحصل على هذا الثواب العظيم، وهذا العمل هو حسنة من الحسنات. عن عبد الله بن سنان قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام: أبو بكر وعمر صنما قريش اللذان يعبدونهما. في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. إذا يقدم الإنسان قول شخصية من الشخصيات على قول الله تبارك وتعالى أو على قول رسوله صلى الله عليه وآله، يكون بمثابة العابد لهذه الشخصية. والمخالفون ثبت في عشرات الموارد أنهم حينما يتعارض قول الله أو قول رسوله مع قول عمر مثلا، فإنهم يتمسكون بقول عمر، فبذلك يكون معبودهم من هو؟ عمر. يعني رسول الله حرم صلاة التراويح وعمر أجازها، وهم إلى اليوم يأخذون بقول عمر فيصلون صلاة التراويح، فمعبودهم هو عمر وليس الله تبارك وتعالى، ولذلك يكون عمر وكذلك أبو بكر بمثابة الصنمين لهؤلاء. فلهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام: أبو بكر وعمر صنما قريش اللذان يعبدونهما. في نفس المصدر: ورووا عن إسماعيل بن يسار عن غير واحد عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: كان إذا ذكر عمر زناه. يعني الإمام الصادق كان إذا ذكر عمر بن الخطاب زناه، يعني نسبه إلى الزنا، يعني أنه ابن زنا. هاتان الروايتان رويتا في تقريب المعارف للشيخ أبي الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 248. من وصايا أئمتنا عليهم السلام بلعن أبي بكر وعمر وأضرابهما. عن فرات بن الأحنف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مهما تركت من شيء فلا تترك أن تقول في كل صباح ومساء: اللهم إني أصبحت أستغفرك في هذا الصباح وفي هذا اليوم لأهل رحمتك، وأبرأ إليك من أهل لعنتك، إلى أن يقول: اللهم لعن أبا بكر وعمر والفرق المختلفة على رسولك وولاة الأمر بعد رسولك والأئمة من بعده وشيعتهم، وأسألك الزيادة من فضلك، إلى آخر الدعاء الشريف الذي روي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. وصية صادقية من الإمام الصادق عليه السلام بأنه مهما تركت من شيء فلا تترك أن تقرأ هذا الدعاء في كل صباح ومساء، وفيه هذا المقطع: اللهم لعن أبا بكر وعمر والفرق المختلفة على رسولك. هذا الخبر وهذا الدعاء الشريف رواه الشيخ الكليني في الكافي الجزء الثاني الصفحة 530. ولعلنا نتفاجأ بأن الدعاء بلعن أهل البيت أفضل من الصلاة على أهل البيت صلوات الله عليهم، وأرجح، وأن فضله وثوابه أكثر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللعن أفضل من السلام ورد السلام ومن الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعان أعداءهم. هذا الخبر رواه المرندي في مجمع النورين الجزء الثاني الصفحة 292 عن خط الحر العامري رضوان الله تعالى عليه. فاللعن أفضل من السلام وأفضل من الصلوات أيضا.